لو شلت اللوجو من براند مشهور زي جوتشي او لوي فيوتون او اي براند مشهور عموما، هتقدر تعرف البراند؟ غالبا وفي حالات كتير هتقدر تعرفه، لان البراند مش بيعتمد بشكل كلي على اللوجو بس، ولكن بتعتمد على عناصر بصرية تانية اهمها الباترن او الانماط البصرية، وده موضوع الفيديو. سر في العناصر البصرية اللي بتتكرر باستمرار وبتبني شكل البراند في دماغ الناس، وده عنصر مهم في الهوية البصرية وهو الباترن. ودي الحلقة رقم 9 من كورس البراندنج المصممين من اول البريف لبراند نضيف. احنا خلاص قربنا نخلص، وبعد ما اتكلمنا عن اللوجو والالوان في مكونات الهوية البصرية، هنيجي على اخر مكون وهو الباترن او الانماط البصرية. هنعرف يعني ايه باترن وليه مهم، وازاي تصممه بشكل احترافي، وازاي نستخرجه من البراند نفسه بدل ما نستخدم اشكال عشوائية. فكالعادة من غير ما اضيع وقتك، حضر القهوة بتاعتك ويلا بينا نبدأ موضوع الفيديو. طيب يا سيدي، يعني ايه باترن؟ الباترن هو عنصر بصري او مجموعة عناصر بتتكرر بشكل منظم علشان تدعم الهوية البصرية للبراند. ممكن يكون اشكال هندسية او خطوط او رموز او اجزاء من اللوجو او حروف من اسم البراند او حاجة تانية خالص زي عناصر مستوحاة من المنتج او الخدمة اللي بتقدمها، وده جزء من نظام الهوية البصرية وبيساعد بشكل كبير جدا في بناء شخصية البراند. وكمان الباترن بيزود قوة الهوية البصرية لان بيخلي البراند اسهل في التمييز، وبيملى المساحات الفاضية بشكل احترافي، وبيضيف شخصية وحركة للتصميم. وكل ما كان عندك نظام بصري متكامل، كل ما البراند بقى اقوى واكتر احترافية. والباترن ليه انواع كتير زي جيومتريك باترن، وده بيعتمد على الاشكال الهندسيه زي المربعات او المثلثات او الدوائر، ويستخدم بشكل كبير في البراندات التكنولوجيه او الهندسيه او المعماريه. وفي برضه الاورجانيك باترن معروف من اسمه، بيعتمد على اشكال طبيعيه وحره، وبيستخدم اكيد في المنتجات الطبيعيه او الصحه والجمال او المنتجات العضويه. وفيه اللوجو باترن بنشوفه كتير، بيعتمد على تكرار عنصر من اللوجو نفسه، وبيساعد في زياده انتشار الهويه البصريه بشكل كبير. وفيه النوع الاخير معانا هو الكاستم براند باترن، وده اقوى نوع بنستخدمه في العموم، بيتصمم مخصوص البراند بناء على فكره البراند او فكره المنتج اللي بتقدمه. وده النوع اللي بنحاول نوصله في اغلب المشاريع الاحترافيه. يعني مثلا عندك البراند ده اعتمدت على دمج الحروف والرموز الخاصه بالبراند داخل باترن متكرر، وده خلاه واحد من اشهر الانماط البصريه في العالم. واكيد شفت الباترن ده مطبوع على اي حاجه قبل كده. وجوتشي نفس الكلام برضو، ده الباترن بتاعهم اكيد برضو شفته 100% على اي شنط نسائيه او بوك او محفظه او حاجات من دي، اكيد شفته. تعال نشرح عملي، وخلينا اوريك حاجه قبل ما اطبق معاك الباترن. ده البيهانس بتاعي عليه شغل كله. لو دخلنا مثلا على براند كلاسيكس هنا، هتلاقي ان الهويه كلها متناغمه ومتناسقه مع بعضها. يعني حتى في الستايل ده مثلا نفس شكل اللوجو، ده اسمه عنصر بصري. هنا نفس الكلام برضو في الخلفيات اللي موجوده هنا اللي هي الخطوط دي، وحتى شكل الالوان بنفس الستايل، والباك جراوند هنا برضو خطوط كده زي ما انت شايف، ده برضو اسمه عنصر بصري. هنا لو تلاحظ برضو نفس الكلام، الباترن هنا او العنصر البصري ده متاخده من اللوجو او مستوحاه من اللوجو زي ما انت شايف كده. وهنا برضو نفس الكلام. وده براند اسمه مشبك القدس لحلويات المشبك، اكيد طبعا كلنا عارفينه، خصوصا المصريين عارفين المشبك يعني. تمام. ده نفس الكلام برضو. هنا الباترن مستوحاه من شكل اللوجو نفسه، واللوجو اصلا مستوحى من حلوى المشبك. دي شكل الحلويات بتاعت المشبك عشان تبقى فاهم قصدي اكتر. نفس الكلام هنا برضو، ده شكل الباترن كده مطبقه على الوان الهويه. تمام. وبنستخدمه معانا بقى في اكتر من حاجه، يعني عايز تستخدمه مثلا في باك جراوند زي دي كده، او تستخدمه هنا مثلا كده برضو، او تستخدمه مثلا على الاوراق، اوراق اللف او الباكجينج او الحاجات دي. تمام. وفي البيزنس كارد مثلا زي ما انت شايف كده. طبعا انا هطبق معاك الكلام ده كل الوقت، يعني بس بوريك الاول الباترن بيبقى عامل ازاي. نفس الكلام برضو على النوت بوك هنا. تمام. بشكله خطير بصراحه هنا. تمام. فدي فكره الباترن او العناصر البصريه اللي بنستخدمها مع اللوجو والهويه البصريه، مش تطلع معانا بشكل زي ما انت شايف كده. تمام. برضو في براند تالت هوريهولك برضو، ده نفس الكلام، الباترن برضو مستوحى من شكل اللوجو، ده شكل اللوجو نفسه. تمام. ده اسمه المجلس الدولي للتمور في السعوديه. جبت انا الباترن ده، شكل الباترن ده طلعته برضو من شكل اللوجو، ودي شكل الباك جراوند زي ما انت شايف برضو نفس الكلام، الباترن مطبقه بشكل يكون لايق جدا مع الهويه. تمام. وفي البيزنس كارد زي ما انت شايف كده، وفي الباكجينج او العبوه دي نفس الكلام زي ما انت شايف هنا كده. تمام. وده شكل الباترن برضه مطبقه بالوان الهويه، وده اللوجو مطبقه 3 دي برضه مستخدمينه، هوريهولك برضه مستخدمه فين زي ما انت شايف هنا كده. تمام. دي تبقى عناصر تقدر تستخدمها بعد كده في الهويه. نفس الكلام هنا برضه، وهنا نفس الكلام. ماشي.
وهنا برضو، فبيدي للهوية روح او بيديله طابع يعزز الهوية اكتر. فاهم قصدي؟ نفس الكلام هنا برضو، نفس الكلام هنا. ماشي. طبعا ممكن تدخل انت على البيهانس عندي وتشوف المشاريع دي، وفي طبعا مشاريع كتير ممكن تبقى تدخل تتفرج انت، ولكن انا بوريك الفكره شكلها عامل ازاي. تمام. فده بيدي طابع احترافي جدا، وبيدي طابع كويس للهويه البصريه، وبيعزز الهويه وبيخليها تظهر بشكل يليق بيها وباللوجو اللي احنا عاملينه او بالهويه البصريه كلها. تمام. طيب نيجي على الستريتور بقى كده ونطبق مع بعض. عندك ده البراند كلاسيكس، ماشي، اللي احنا بنشتغل عليه من اول الكورس. هنحاول ان احنا نطبق كذا حاجه كده مع بعض عشان توصل لك الفكره وتعرف ازاي احنا بنطبق. هنطبق البراند ده والبراندات اللي وريتها لك برضو دلوقتي. عندك اول حاجه مثلا الشكل الخلفيه دي، التدرج اللوني اللي انت شايفه ده زي افكت كده بيتم بطريقه معينه. انا استخدمت الافكت ده عشان يكون مناسب مع شكل اللوجو او من نفس الروح بتاعته. لو وقفت على الخلفيه كده هتلاقي اصلا ان هي معاك فليكسبل، تقدر تحركها زي ما انت شايف كده. تمام. ده افكت زي ما قلت لك. طيب عشان تطبق الافكت ده اول حاجه خالص مثلا ده نفس الافكت اهو. تمام. هنشتغل على ده كده. اول حاجه خالص هنيجي على الريكتانجل تول ونسحب خط كده. تمام. ونكرره كمان مره هنا كده. ماشي. ونجيب الالوان بتاعتنا، ونجيب الالوان دي كده ونختار هنا اللون الغامق بتاعنا اللي هو ده، وهنا اللون الفاتح. هو اوريدي اصلا احنا مختارين اللون الفاتح، ولكن انا هخليه افتح شويه كمان عشان يظهر معاك في الفيديو يكون ظاهر بشكل كويس. تمام. امسح خالص الالوان دي وهتعمل سيلكت على الاثنين كده، وهتيجي على تول هنا اسمها بلند. التول دي هتيجي على اول خط ده، هتضغط، هتلاقي الماوس شكله زي ما انت شايف كده، ما عادش سهم بقى، شكله زي ما انت شايف كده. هتضغط كليك هنا كده، وهتيجي هنا كمان تضغط كليك. الافكت تطبق معاك بكل سهوله خالص. تمام. ولكن عشان تتحكم في الحاجات دي اكتر او عدد اللاينات اللي هنا دي كده، ممكن تيجي على اوبجكت وتختار حاجه هنا اسمها بلند. نفس التول برضو، يعني ممكن اصلا كنت تطبق من هنا تضغط بلند وتضغط ميك، هتطبق معاك نفس الكلام ده. ولكن عشان تزود وتنقص الحاجات دي هتيجي على بلند هنا زي ما قلت لك، وهتيجي على حاجه اسمها بلند اوبشنز. تمام. وتضغط هنا كده وتختار اللي في النص دي، وبص بقى كده لما تزود او تنقص زي ما انت شايف كده. معرفش هي واضحه قدامكم في الفيديو ولا لا، بس اعتقد ان هي واضحه. يعني نقص مثلا كده وتزود كده زي ما انت شايف. يعني الموضوع بسيط، هي بس كلها في الفكره او التركايه بس. واضغط اوكي كده. خلاص بقى معاك اول عنصر بصري تقدر تستخدمه في الهويه. طبعا ده احنا مطبقينه او الافكت ده احنا مستخدمينه عشان يكون مناسب مع شكل الشعار او شكل اللوجو اللي احنا عاملينه وشكل الهويه كلها. تمام. هنحطه هنا كده برضو نفس الكلام كده، وتضيف عليه اللوجو بكل بساطة خالص. ماشي كده، الموضوع بسيط يعني. تمام. ده أول حاجة خالص معانا. طيب الباترن التاني ده أو العنصر البصري التاني ده برضو مستوحى من اللوجو، يعني معروفة يعني واضحة قدامنا. طيب امسح ده خلاص مش عايزينه. احنا هنجيب الشعار نفسه، الايكون نفسها، ونضيفها هنا كده ونعمل انجروب. تمام. هتلاقي كل حاجه انفصلت لوحدها. انا هاخد بس، انا مش محتاج غير دول بس، دول اللي انا محتاجهم. احطهم في جروب لوحدهم، جروب مثلا، وامسح الباقي ده خالص. ماشي. انا هحتاج دي بس. الموضوع مش محتاج تفكير قوي قد ما انت محتاج ان انت يكون ذوقك حلو في الستايل بس وخلاص. تمام. فهتيجي هنا كده برضه نفس الكلام، ونحاول نخفف الاوبستي شويه، نخليها مثلا 15 زي ما انت شايف كده. وتجيب برضه اللوجو او الباك جراوند اللون ده طبعا من الالوان بتاعت الهويه برضو، تحطها هنا كده. واللوجو نفس الكلام. عملت افكت تاني. طبعا انا بشرح لك الفكره، انت بقى نفذ باكتر من طريقه زي ما انت عايز. في معانا كمان اهم طريقه اللي احنا بنستخدمها اصلا في الالستريتور على طول، وهي تول اساسيه اصلا مخصصه للباترن بس. هناخد كده كوبي من الارت بورد دي، ونجيب اللوجو هنا كده ونخليه مثلا غامق عشان نبقى شايفين شكل اللوجو معانا. تمام. احنا عايزين نحول الايكون دي كلها على بعضها باترن، حاجه تتعمل اوتوماتيك كده لوحدها. طيب ده اللوجو معانا في النص اهو. هتيجي على حاجه هنا اسمها اوبجكت، وهتختار حاجه اسمها باترن. يعني هنا بلند اللي احنا اخترناها، لا تعالى على الباترن بقى، سيبك من بلند خالص، هنعمل حاجه تانية. هتيجي على حاجه هنا اسمها باترن واضغط ميك. تلاقي الموضوع في ثانيه اتطبق معاك كانه باترن زي ما انت شايف كده، باستيراد كتير مختلفه.
وتقدر كمان انت تستخدمها من السويتشز اللي هنا. تمام، هقول لك ازاي برضه. اخفي ده خلاص دلوقتي، اخفيها. طيب هنا بقى الباترن اوبشنز دي اللي احنا عايزينها، او دي اللي انا عايز اقول لك هي بتشتغل ازاي. عندك الجزء اللي متحدد عليه هنا بالازرق ده كده، ده اللوجو الاساسي معانا. دول كلهم ما تقدرش تتحكم فيهم، ولكن تقدر تتحكم فيهم عن طريق الجريد اللي هنا دي، التايتل طيب دي. تمام، ممكن تبقى مثلا بستايل الجريد ده، وممكن تبقى كده، ممكن تبقى كده. فهمني كده؟ انت اكيد فهمت الفكره ماشيه ازاي. تمام، لو خليتها مثلا كده تقدر تزود وتنقص براحتك زي ما انت عايز، تتحكم في الشكل الباترن براحتك. ومثلا توسع شويه او تقرب او تطلع لفوق تنزل لتحت. الموضوع بسيط معاك خالص. وممكن برضو ان انت تخليها مثلا، يعني مثلا 1 2 3 4 5، وهنا برضو 1 2 3 4 5 اللي هي عدد الشعار نفسه متكرر كم مره، 5 في 5، لان عايزه 3 في 3، او عايزه مثلا 7 في 5. فاهم قصدي؟ عندك يعني اوبشنز كتير تقدر انت تتحكم فيها براحتك. انا هخليه مثلا بشكل جريد كده زي ما انت شايف. انت جرب اكتر من مره على الموضوع ده ولحد ما تطلع بالستايل المناسب معاك. ده شكل الباترن خلاص اللي انا محتاجه. اجي على الاوبجكت واختار باترن تاني، وهختار اللي هي سيف اكوبي دي. تمام، واسمي الباترن باي اسم انا عايزه. ماشي، انا هسميه كلاسيكس. هيتحفظ معايا هنا كده. تمام، يعني دول اللي كنت بجرب عليهم، وده اللي موجود معايا دلوقتي. طب دلوقتي انا عاوز اطبق الباترن على اي باك جراوند او اي خلفيه عندي. هاجي على الريكتانجل تول وهسحب برضو كده، وهاجي على السويتشز. مش عايز اختار الوان بقى، هختار الباترن اللي انا مسميه دلوقتي باسم كلاسيكس اللي هو ده. تمام، اتطبق معايا على الباك جراوند كله. اسحب بقى كده، ماشي كده مثلا او كده، هيتطبق معايا، هيجي معايا زي ما انا عاوز. ماشي، ولكن الافضل ان انت تسحب من الاول الشيب تبقى على قد الجزئيه اللي انت عاوز تعمل لها خلفيه او تطبق عليها الباترن. يعني لان انت لو جيت تسحب كده او تعمل كده مثلا هيتمط معاك، مش هيبقى افضل حاجه يعني. اعتقد كده فهمت الباترن بيتطبق ازاي باكتر من طريقه. نيجي على البراند اللي بعده اللي هو بتاع مشبك القدس. نفس الكلام، ده الباترن اللي انا مستخدمها معايا، وده السورس الاصل اللي انا، ده الباترن الاصل اللي انا طبقته واستخدمته معايا هنا. التركه اللي هنا في الفكره نفسها ان انت بتطلع الباترن من روح البراند، يكون شبه البراند بالظبط، ولكن التنفيذ بسيط. هتيجي على البرش وتبدا ان انت تجرب كده باكتر من شكل واكتر من طريقه كده كده. ولكن لو لاحظت هتلاقي ان الكيرفز والحاجات دي كلها شارب قوي، فانا عاوز اخليها سموث شبه دي كده. فهاجي على التول واضغط دبل كليك كده، واخد السلايد ده سموث واضغط اوكي، عشان لما تيجي تعمل اي كيرفز كده بتتحول معاك لسموث على طول. ماشي، فهحاول ان انا اعمل الباترن ده تاني. طبعا هو مش هيطلع زيه بالظبط ماشي، ولكن انا بوريك الطريقه هتبقى عامله ازاي. كده مثلا كده كده، ماشي، نفس الطريقه كده بالبرش. وانت طبعا ضغط على الكليك، ما انتش سايب ايدك، بتسحب كده فظهر معاك بالشكل ده باترن معانا طالع. تكبر الحجم بتاعه وتصغره من الاستروك هنا كده. تمام، ولكن هو كده يعتبر يعني يفضل انه يبقى كده مثلا افضل حاجه. تستخدمه برضو معاك في باك جراوند زي دي. التطبيق بسيط وسهل، ولكن العقليه اللي بتفكر بيها هي اللي احنا محتاجينها. طبعا مع الخبره والوقت في الشغل بتبدا ان انت تطلع افكار تناسب اي براند انت بتشتغل عليه. تمام، وانا شايف ان الباترن ده مناسب جدا مع البراند بتاعنا. طيب نيجي على البراند التاني اللي هو بتاع المجلس الدولي للتمور. دي الباترن اللي معانا، ودي برضو اللوجو اللي مطبق منه الباترن ده. ولكن الباترن ده انا مطبقه مانوال، مش مطبق باي طريقه من اللي فاتت، مطبقه مانوال. واخد مثلا جزء من ده وجزء من ده وجزء من ده وحولتهم بنفس الطريقه دي. تمام، الموضوع هياخد معانا وقت شويه عشان يتطبق، ولكن انا بوريك الفكره اتعملت ازاي. بس انا ممكن اعمل معاك حاجه تانية دلوقتي، اطبق بنفس الطريقه اللي احنا طبقنا بقى دلوقتي البراند اللي فات. همسح ده خالص كده واجيب باك جراوند جديده. تمام، هجيب اللوجو ده واطبق بنفس الطريقه اللي طبقنا بيها من شويه. هاجي برضو على اوبجكت واختار باترن وميك، اتطبق معايا باكتر من شكل. اصغر شويه كده او اكبر، دي حاجه نسيت اقولها لك في اللي فاتت فبقولها لك هنا دلوقتي. اكبر واصغر من هنا كده. تمام،
ولكن كده دلوقتي بتروح وتيجي معاك زي ما انت شايف كده. عاوز تبقى الحجم اللوجو ثابت زي ما هو، اضغط على الشيفت، تمام، او اضغط كمان على شيفت والت مع بعض، هيكبر ويصغر في مكانه كده زي ما هو، مش هيروح معاك لا يمين ولا شمال، هيكبر ويصغر في مكانه. انا هخليه مثلا بالطريقه دي، وبرضه هحاول اجرب كده او هحاول اجرب كده. يعني مش وحش، يعني كويس برضه. كده مثلا تمام. ممكن برضو احفظ الشكل ده، خلاص هو كده كده بيتحفظ معايا، كده كده هيتحفظ معايا لان انا محدد على الشو سويتشز دي، محدد عليها فهيظهر معايا اصلا هنا. تمام، ظهر معايا هنا اهو. تمام، امسح ده خالص مش عايزه، وهجيب برضو زي ما قلت لك، هاجي على الريكتانجل تول واسحب كده واضغط على دي، الباترن طبق معاه بكل سهوله خالص. اقدر بقى ان انا اخفي الاوباسيتي بتاعته كده خالص، واستخدمه كباك جراوند او في اي حاجه تانية يعني. ده باختصار كده الباترن تاني. لكن الباترن ده زي ما قلت لك انا مطبقه مانوال، واخد كل شيب او كل حاجه من اللوجو من ده ومقطعها اجزاء صغيره وحولتها الباترن زي دي كده. طب ازاي نحول شكل الايكون دي ل 3 دي زي اللي احنا شفناه على بيهانس اللي هو ده برضو من ضمن العناصر البصريه اللي بنستخدمها معانا في الهويه. هتحدد على الايكون كده وهتيجي على خانه ويندو وهتختار حاجه اسمها 3 دي اند ماتيريالز، وهتيجي على الطيب اللي جنبها دي وتزود الدبث كده مثلا، تمام، وتحاول ان انت تلعب في الاتجاه براحتك من هنا. الموضوع يعني اسهل من السهوله، بس محتاج تدريب مش اكتر يعني. تمام، تطبق كذا مره الموضوع هيظبط معاك ان شاء الله. تمام، ممكن تغير اللون بتاعها وانت زي ما انت كده، يعني تعمل اكتر من كليك كده هتلاقي الايكون دي مثلا نحاول نخليها بلون تاني، مثلا اللون اللي هو بتاع اللون البني ده، ماشي، والايكون نفسها اللي جوه باللون الاخضر، فعادي الموضوع فليكسبل معاك خالص يعني. فاحنا هنرجعها تاني للون الاصلي بتاعها اللي هو اللون ده، ونخليها مثلا بالشكل ده كده، ونضغط الت عشان السهم يتحول معانا كده زي ما انت شايف، تلف براحتك كده بالالت، او انك تيجي على الايكون بشكل عام وتضغط الت برضه وتسحب كده. تمام، وتغير اللون بتاعها تخليه باللون التاني للوجو او للايكون كده زي ما انت شايف معاك اللونين. في عندك كمان شكل 3 دي اللي هو ده، ولكن ده معمول بالاي اي، هشرحه لك طبعا في الفيديوهات اللي جايه قدام. وعندك برضو شكل التمور دي برضو انا عاملها بالاي اي، هشرحها لك في اخر فيديوهات الكورس، برضو في فيديو مخصوص اصلا هشرح فيه التريكات دي كلها. طيب لو نزلت تحت شويه كده هتلاقي البراند ده زنزبرو كوفي. البراند ده في جزيره زنزبار في تنزانيا. تمام، طبعا هناك كلهم افارقه والجو بتاع الافارقه ده، فكان مطلوب مني ان اعمل هوية بصرية برضو لكافيه هيتفتح هناك في المنطقة دي. والمنطقة دي كلها اصلا المباني بتاعتها كلها باللون الابيض، والشبابيك والمباني كلها بنفس شكل بيضاوي كده. تمام، هوريك المباني تحت دلوقتي. المهم انا حاولت ان انا استخدم الباترن اللي انت شايفه ده بالستايل ده كده، مستوحى من الثقافة الافريقية. يعني لو تلاحظ اي باترن اصلا في افريقيا او اي رسومات افريقيه او كده هتلاقي فيها نفس الباترن اللي انت شايفه ده. فانا حاولت ان انا استخدمه في اللوجو وفي المنتجات بتاعتهم او شكل الباكجينج بتاعهم برضو. وده اسم اللوجو عامله باكتر من شكل برضو، بيتطبق بالطريقه دي وهيتطبق بالطريقه دي على حسب الطباعه نفسها. فخلينا نتفرج عليه سريعا كده زي ما انت شايف. ده شكل الباترن، عامل 2 اوبشن، وده الكواليس وانا بشتغل، ودي شكل المباني هناك في زنزبار. اعمل سيرش على اصلا هتلاقي شكل المباني كلها زي بالمنظر ده، الشبابيك او الابواب او معظم المباني هناك بنفس الشكل البيضاوي ده، عشان كده طلعت اللوجو بنفس الستايل. والباترن برضو مستوحى زي ما قلت لك من الثقافه الافريقيه، ومستخدم اللون الابيض والاسود بس لان شكل المباني هناك كده، وكمان برضو عشان الافارقه طبعا بشرتهم سوداء او بشرتهم سمراء وكده، فانا مستخدم حاجه تكون مناسبه معاهم. وفي اخطاء خلي بالك منها واوعى تعملها، انك تجيب باترن من على النت وتستخدمها، او انك تستخدم باترن مكرره بشكل مبالغ فيه، شكلها مش هيبقى حلو، واذا هتبقى مؤذيه للعين، او مستخدم فيها الوان كتير مش متناسقه مع بعضها، او باترن مش بيخدم البراند. فخلي بالك من الكلام ده. لو هتصمم باترن للبراند بتاعك اللي بتشتغل عليه، اختار اي نوع من الاربع انواع اللي قلتهم لك دلوقتي وشوف المناسب معاك ايه واستخدمه. الخلاصه
الباترن عنصر اساسي ومهم في الهوية البصرية، وكل ما كان مستخرج من فكرة البراند نفسه كل ما ساعد على تثبيت الهوية وزيادة تمييزها. وبكده أخيرا نكون خلصنا أهم المكونات اللي بنستخدمها في الهوية البصرية. لو متابع معانا من أول الكورس فاحنا خلصنا اللوجو والألوان والخطوط والباترن، ودي أهم المكونات اللي بنستخدمها في الهوية البصرية. ده كده أكتر المكونات اللي بنستخدمها بشكل عام في بناء أي هوية بصرية جديدة. في مكونات تانية أكيد في الهوية البصرية ولكن بنستخدمها بشكل مخصص على حسب كل نوع براند، ومرحلة أدفانسد شوية مش عاوزين ندخل فيها دلوقتي، لكن ركز بس في دول، طبقهم الاول وبعدين نبقى نشوف بعد كده الفيديوهات جايه كتير. وفي الفيديو الجاي ان شاء الله هنطبق كل اللي شرحناه من اول الكورس، كل الحاجات اللي شرحناها في الهوية البصرية هنطبقها بقى تظهر بشكل كويس على موك ابس عشان تقدر تعرضها على العميل، واقول لك ازاي تختار الموك اب المناسب للبراند وتريكات بالاي اي تساعدك تطلع برزنتيشن كويس تقدر تسلمه للعميل او تعرضه على العميل تاخد رايه فيه. اشوفكم الفيديو الجاي. كان معكم كمال وحيد وسلام.